يا صباح الخير. اليوم يوم الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم. اليوم يوم مميز في عزومة بخيمتنا. من زمان عن هيك أجواء وجمعات ولمات. خليكم معنا وشوف شو راح نعمل، وشكرا على وجودكم ودعمكم إلنا. يلا نبلش بالتجهيز. تابعوا مع الحاج أبو إبراهيم. الشيف أبو إبراهيم بسم الله من غزة. طبعا بدنا نحط سمنة طبعا في الحلة، في طنجرة، بيقولوا عنها حلة بيقولوا طنجرة، عشان بدنا نعمل رز للأولاد. بدنا ندير الفلفل، طبعا المكونات الفلفل والبصل، نحمره تحمير خفيف. اللي بيشارك معنا يا جماعة يصلي على النبي، وان شاء الله اكل كويس ومحترم، حاجه مرتبه ان شاء الله رب العالمين، من ايد الحاج الكبير الحاج ابو ابراهيم، الشيف ابو ابراهيم. بنعمل رز اليوم اعتبار يعني رز نص على نص، كاذب، هو مقدر بيقولوا عنه، رز مفلفل ومظبط ببصل وفلفل وبهارات وكل شيء ان شاء الله. لان اجت اختي زياره علي، خواتي التنتين، فبدي اعمل لهم رز والله يا شيخ. وهنا تابعوا معنا صفحتنا ولا يكون يا جماعه. بدنا ندير الرز طبعا الجيت. هذا رز طبعا حبه حلوه كويسه، استلمناه لكن محترم الرز، هيطلع ان شاء الله مفلفل وكويس. هي بدنا ندير المكونات يا جماعه على الرز عشان ايش؟ نقلبوا في بعض ويدي طعم ونكهه ان شاء الله. دائما بنقول يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جماعه وتفرجوا ايش الشيف ابو ابراهيم الزلمه الكبير ايش بيسوي. الحمد لله رب العالمين، ابداعات ابو ابراهيم. فرجوا ما شاء الله تبارك الله. اللي بياكل حاجه صحتين وعافيه على قلبه. من خواتي من اولادها، اجت خواتي التنتين وبناتي التنتين معاها، غير طبعا عيلتي انا حوالي 13 14 نفر. ربنا يوضع البركه يا رب. ان شاء الله رزات محترمات وكويسات. تابعوا معانا وتفرجوا كيف حبه الرز بتكون ان شاء الله. ندير ميه لقيت ايش على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي يا جماعة، زيدوا الصلاة صلاتين. الحمد لله رب العالمين، نعمة وفضل من الله هذه. ربنا يوضع البركة يا رب، ربنا يوضع البركة يا الله. هيك تمام 100% ان شاء الله. بخس مية بنصير نزود شوية شوية عشان تطلع كل حبة بحبتها شوية، عشان ايش؟ كترنا الرز شوية عن قبل. هذه علبة حمص طبعا من الثلاثة، هي هيك جافة من المية الحافظة، اجي بنديرها على الرز المقدر عشان يبدي نكهة وبيدي طعم وبيدي حاجة مظبطة ان شاء الله. بنديرها هيك مع الايش ان شاء الله اللي هو رز المقدر، بنقلبه زي هيك في بعض